3 لعيبة لو قدرت توقفهم في خط هجوم النادي الأهلي. 3 لعيبة، أولهم بن شرقي. بن شرقي لعيب ممتاز أوي 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 في إن هو يعدي، يعرف يعدي من 1 على 1، يعرف يعدي من 2 على 1. لعيب الكرة سهلة بالنسبة له، غير أوي إن هو عقليته حلوة أوي أوي أوي، بيعرف هو واقف فين، مركز دايما. فعشان كده لازم تنقل حسام عبد المجيد الناحية اليمين لبن شرقي، هو اللي يعرف يوقفه. عقلية حسام عبد المجيد دلوقتي عقلية متطورة، تقدر توقف هجمات بن شرقي. عندك تاني لعيب يا صاحبي، عندك جريديشار. جريديشار لعيب هو مش سريع، بس لعيب رجله تقيلة، لعيب قوير، يعرف يحط لك الكورة دي أول ما تيجي تحت رجله، يعرف هتشوط الشوطة هتيجي جون، يا إما هيصنع لك بيها إيه، جون. تمام. وعندك النقطة دي اللي يقدر يمسك جريديشار، واحد عايز عنده سرعة وعنده قوة بدنية، وهو محمود بنتايج. محمود بنتايج هو اللي يقدر يوقف جريديشار. وعندك يا صاحبي التالت إمام عاشور. إمام عاشور مسؤول عن تحريك أو ربط خط وسط الأهلي بالهجوم. هو اللي بيحرك نص ملعب الأهلي، هو اللي بيبدأ الهجمة بتبدأ من عند إمام عاشور. فأنت هنا لازم، غير إن هو عندك 6 طبعا اللي هيوقفوا، اللي معاه دايما يعني طبيعي دونجا، ده اللي هيبقى بيستقبل امام عاشور. بس انت هنا عندك واحد لازم تاني يقابل امام عاشور، لان امام عاشور كده كده هيعدي من دونجا مره واثنين وثلاثه والف. فانت هنا عندك لعيب يقدر يوقف امام عاشور او يقابل الهجمه من امام عاشور. وهو مين؟ عندك صلاح الدين مصدق، لان صلاح مصدق بيلعب حاليا دور زي قائد الدفاع بتاع نادي الزمالك. ميكس كده، ايه، تحس ان هو ايه، لعيب ليبرو على قلب دفاع، فاهم؟ ميكس كده حلو. يعني الزمالك بيعتمد عليه دلوقتي في بناء الهجمة. فانت عندك دوت يقدر يوقف بجانب دونجا، يقدر يوقف معجون. انا عايز اقول لك على حاجة، انت لو وقفت تهديف الاهلي، انت بنسبة كبيرة جدا هتقدر تكسب الماتش. اهم حاجة من كل دوت الروح، اهم شيء روح اللعيبة، معنوياتها، تركيزها، قد ايه انت حاضر ذهنيا في الماتش.